hot chocolate البنت المصرية خلاص هيطلع لي في الأحلام من كتر ما أنتم عاملين عليه ضجة كبيرة، وبيطلع لي في كل مكان أروحه وكلكم عملتوه وناقص أنا آخر واحدة تفكر إن هي تعمل ترند. النهارده هاعمله معاكم وهاشوف بقى هو يستاهل فعلًا الضجة اللي معمولة عليه دي والّا لأ. كان عندي كاكاو خام اللي هو بتاع دريم حطيت عليه كيس من الكريم كراميل، وبعدين حطيت عليه شوية من اللبن البودر. عشان بصراحة يعني في أوقات بيبقى خُلقنا ضيّق، فمش وقت أي معايير خالص، فأنا حطيت أي كمية على بعضها، كاكاو، كريم كراميل، لبن بودر، وبعدين حطيت 3 معالق من النشا، وبعدين بعد ما حطيت حسيت إن العلبة صغيّرة على المكونات دي، أو إن كمية الكاكاو كبيرة أوي مش هتبقى متجانسة، فما قلّبتوش كلّه أوي من تحت لفوق، لأ قلّبت شوية بس اللي فوق بس، بحيث إن نسبة الكاكاو ما تبقاش إيه، كتيرة أوي مع اللبن والكريم كراميل والنشا، لإن مكسّلة بصراحة أنقل في علبة أوسع يعني، فماشية معايا الدنيا، إن شاء الله يطلع حلو ويطلع نفس الطعم بإذن الله. هنا بقى ينقصِك إيه يا بنتي يا منورة، ينقصني كيس من الكريم شانتيه، بصراحة ما لقيتش حد عنده، فقُلت هنمشّيها يعني من غير كريم شانتيه، حطيت مَيّة وبعدين رفعته على النار، وندمت إن أنا ما حطيتش معاه لبن عادي، يعني الاعتماد على اللبن البودر حسيته ما كانش كافي بصراحة إن هو يطلّع الطعم لذيذ أوي، مش حاساه مختلف أوي زي ما معمول عليه الترند، بس الكريم كراميل خلّى طعمه أحلى من العادي بصراحة.